طيب يا أحبابي، الكل بيسأل في موضوع ميسي، كثرة الأسئلة يا محمد. موضوع ميسي وانتقاله للهلال، هل هذا الكلام صحيح؟ سؤال: هل سمعتم أي بيان من نادي الهلال؟ لا. هل سمعتم أي بيان من نادي باريس سان جيرمان؟ لا. هل سمعتم من صاحب الشأن ميسي أي بيان؟ لا، غير صحيح. ميسي هيكمل هذا الموسم، المفروض هذا الموسم يخلص 2023 في الصيف. يخلق الله ما لا تعلمون. ليش موجعين راسكم الآن؟ لن يحصل شيء من هون للصيف، لن يحصل شيء إلى أن نسمع من أصحاب الأطراف الرسمية. لا توجهوا نفسكم في الموضوع، الصحفيين قاعدين بتسلقوا على الموضوع بيتكلموا فيه. ما بصير يا اخوان، ما بصير الى ان يصبح حقيقه. وهذا تمام بذكرني كذلك بالاخبار الصحفيه اللي بتطلع من صحفيه مثلا حول المنتخب الفرنسي واصابه بنزيما وابعاده عن المنتخب وسبب اعتزاله. كله كذب في كذب. لا تصدقوا يا جماعه كلام صحفيين غير صحيح. هل سمعتم من بنزيما؟ لا. هل سمعتم من ديشام؟ لا. هل سمعتم من لوريس قائد المنتخب؟ غير صحيح. او جريزمان؟ غير صحيح. ما في الا ان تسمع من صاحب الشأن. كله كلام صحفيين ويتناقض مع بعضه، انه الطبيب دخل وانه ديشام عمل مؤامره على بنزيما وكذا. طب ليش يجيبوا على قطر؟ ثم رجل اصيب، كنا شايفينه نازل من المستشفى مصاب في ظهره. ليش يجيبوا على قطر؟ يحتاجوا في الفاينل كان حيجيب له كاس العالم. لو بنزيما وبوجبا في الفاينل كان جابوا له كاس العالم. الا يريد مجد ديشام ليبعد بنزيما ويتعنصر ضد بنزيما؟ طب ليش رجعوا من الاساس؟ ثم كلام الصحفي الاول يتناقض مع الكلام الصحفي بتاع امبارح اللي بيقول انه لوريس وجريزمان ارادوا انه يبعدوا بنزيما عن المنتخب لاجل المثليين. كلام غير صحيح، كلام فاضي. لوريس اول من تكلم لما وصل على قطر وقال احنا مع قطر ولن نقوم بتصرفات. كلام صحفيين غلط الى ان تسمع من صاحب الشأن. احفظوا من